مفيش حد بيتكلم عن اي حاجه غيره. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، انت هتشوف الحفله فين؟ احكي لي ايه القصه. يعني انا استفاد ايه؟ انا بس عايز اتفرج على اهرامات، يعني مش محتاج اعمل حاجات كتير. تعالى قول لي كده، هو مين اللي ماسك المتحف؟ يعني عارف هو بيعمل ايه من الاخر. طب خليك انت على جنب، احنا شايلين لك التقيله، انت جاي في اي مصلحه؟ دكتور سيد، منورني. الله يخليك، ازيك يا احمد؟ احنا في اول حلقه من حلقات معرفت طبعا. اي حاجه بتبقى معرفت، بس اي حاجه مش هتبقى جنب الاقتصاد معرفت والكلام اللي هنقوله مع دكتور سيد طبعا. حبيبي حي ابو حميد، انا اسعد ان انا معاك يا حبيبي. دكتور سيد، احنا ندخل في الموضوع على طول. اتفضل. المتحف المصري الكبير مفيش حد بيتكلم عن اي حاجه غيره. الموضوع ده قالب الدنيا كلها، في العالم كله قاعد مستني لغايه ما يجوا يتفرجوا عليه. احكي لي ايه القصه. باذن الله احنا فاضل لنا مش هنقول اسابيع ولا هنقول ايام، هنقول فاضل لنا ساعات على الافتتاح المتوقع يوم السبت باذن الله، ان شاء الله يوم 1 نوفمبر. احكي لي طيب يا دكتور، المتحف نفسه، في ناس بتقول ان هو حاجه من اعظم الحاجات الثقافيه اللي ممكن تكون موجوده في العالم كله، وهتضاهي حاجات موجوده في العالم كانت بيقال ان هي اكبر متحف في العالم، وبيدر عائد كبير على الدوله اللي عاملاه. فهل المتحف المصري الكبير منتظرين منه حاجات شبه دي؟ طب يا احمد، دلوقتي الدوله بقى لها مده، هنقول مثلا حوالي 5 سنين، وهي مهتميه زي ما هي مهتميه بالبنيه التحتيه، وزي ما هي مهتميه بالبنيه المعلوماتيه، كمان مهتميه بانشاء بنيه ثقافيه متنوعه. لو جينا افتكرنا مع بعض كده، هنتلاقي المتحف بتاع الحضارات، هنتلاقي الايه، المتحف بتاع الفسطاط، التطوير اللي حصل في مجمع الاديان، كل الكلام ده كله بيقودنا لنهايه انشاء المتحف المصري الكبير اللي هو كان حلم من زمان. قبلها بحاجه بسيطه، كنا عملنا المركز الثقافي او مدينه الفنون والثقافه اللي كان فيها الحفله الاخيره اللي كانت الحفله اللي كان فيها سياده الرئيس من 3 ايام دي، حفله كانت ممتعه جدا. كل ده استكمال للبنيه الثقافيه وزياده مؤشر القوى الناعمه لمصر. خلينا يا دكتور كده اسالك برضو على حاجه مهمه. احنا المتحف المصري الكبير ده يعني زي ما احنا بنقول كان حلم ان يكون فيه حاجات متنوعه. قول لي ايه اللي ممكن يكون مختلف في المتحف المصري الكبير عن اي متحف انا ممكن اكون دخلته قبل كده. اولا المتحف المصري الكبير فيه ميزه كويسه جدا، اللي هو لم كل الاثار بتاعه مصر، يعني نقول مش كلها بس يعني بشكل كبير جدا. احنا بنقول اللي فيه عندك فوق ال100,000 قطعه موجوده داخل المتحف، في اخده عدد كل العصور المصريه القديمه تقصد؟ بكافه بقى الاشكال بتاعها، بس مش الفرعونيه بس، ده يعني المتحف ده شامل الرومانيه والفرعونيه، وشامل كل يعني العصور اللي عدت على مصر منذ قديم الازل. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مش بس في الاثار بس، لا، المتحف ده فيه شاشات، فيه قاعات سينما، فيه مطاعم، فيه كافيهات، فيه كل حاجه. يعني انت تخش جوه اصلا، انا عايز اقول لك اليوم مش هيكفي اصلا ان انت ممكن تلف المتحف كله. المتحف ده شامل كل حاجه. طب انا محتاج اعرف منك حاجه صغيره. انا النهارده لما كنت بقرر ان انا اروح الاهرامات كنت بتبهدل بصراحه، يعني ما بين ان انا انا بس عايز اتفرج على الاهرامات، يعني مش محتاج اعمل حاجات كتير، بس كنت بتبهدل بقى الشمس والتعب والمشاوير والحاجات وبتاع. المتحف المصري ممكن يقلل لي شويه من الحاجات اللي ممكن انا اعملها هناك، وتخليني اشوف كل حاجه بدون مجهود اللي موجود زي زمان وكده. طيب انا عايز اقول لك، يعني السؤال اللي حضرتك بتساله ده سؤال مهم جدا. هم قبل ما يعملوا الموضوع بتاع المتحف ده، كان لازم الاول يتم تطوير البنيه التحتيه، سواء كان طرق او حركه نقل المؤديه للمتحف. الطريق بتاع نزلة السمان المؤدي للهرم، لو انت معتاد ان انت تروح هناك، لا، انت اللي تروح دلوقتي هناك هتشوف حاجه اصلا انت عمرك في حياتك ما شفتها. المنطقه بتاعت الجيزه، انت في كمان لسه كمان الحركه بتاعت النقل، لسه المحطه بتاعت الاهرام لسه ما خلصتش، دي كمان لما تخلص مع توسعه الشوارع اللي هي المؤديه للاهرامات، وبالتالي هي المؤديه للمتحف، لا، فدي بقت حاجه على اعلى مستوى جدا. فكميه المجهود هتقل، كميه الترافيك او كميه الزحمه اللي هتبقى موجودة هناك. الزحمه اللي كانت، لا هتقل بشكل جامد قوي يعني. يعني هيبقى فيه نفس العدد بس في سيوله في سيوله، المرور. لا، في سيوله، لا، سيوله بشكل جامد يعني. طيب يا دكتور، احنا بنتكلم برضو عن الجزئيه الخاصه بالثقافه، ولكن ناس كتير دايما تقول لك احنا هناكل ونشرب متحف. ما احنا برضو عايزين يعني تمام. بالبلدي بالشعبي، احنا تمام. كشعب مصري بنحب ناكل ونشرب. تمام. فهل انت شايف الجدوى الاقتصاديه للمتحف ده هتكون قيمه لدرجه ان احنا كنا نصرف عليه كل الصرف ده؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه، اللي اي حاجه في الدنيا هي قايمه على الاقتصاد. اي تمام. حاجه في الدنيا هي قايمه على الكوست والبنفيتس، العائد والتكلفه. تعالى قول لي كده، هو مين اللي ماسك المتحف؟ مين مدير المتحف؟
مدير المتحف هو الدكتور احمد غنيم، ده استاذ الاقتصاد بكليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، ما يعني هو شاء استاذ الله. اقتصاد. يعني عارف هو بيعمل ايه من الاخر. حتى كمان ما سالوه قال لك علماء الاقتصاد ممكن يشتغلوا في اي نشاط، ممكن يشتغلوا في اي تخصص، بغض النظر يشتغل بقى مدير متحف في قطاع النقل، يشتغل في قطاع السياحه، يشتغل في اي قطاع، ازاي يستغل الاسيتس بتاعته وازاي يستغل الاصول ويطلع منها افضل عائد. هل المتحف ده له جدوى اقتصاديه؟ ولا شويه التذاكر يعني وخلاص ولا لا 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 يعني اعتقد ان انت لما تيجي تعمل يعني استثمار زي ده او انفستمنت زي ده، يعني هنقول مثلا مغطي قد ايه دلوقتي او تكلف قد ايه؟ متكلف 1.2 مليار دولار. لما انت تتكلم في حاجه زي كده، هل انت واحنا بنحط او الدوله بتحط الخطه لانشاء متحف زي ده كانت عامله تارجت شويه تيكت؟ اعتقد لا. انت في عندك النشاط الاقتصادي اصلا هي دي حلقه، انت عندك اللي هيشتغلوا على الموضوع ده، في مطاعم هتفتح، في مواصلات هتكون موجوده، في فنادق هتشتغل اكتر وتحجز اكتر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بعد التطوير بتاع المنطقه بتاعه نزله السمان، انا عايز اقول لك ان المتر بتاع الارض هناك ده ارتفع بشكل جنوني، في فنادق هتتفتح هناك بشكل اضافي، كل الكلام ده كله هيخدم على حركه السياحه، يعني او الدوله مش عامله الموضوع بتاع المتحف ده عشان تلم منه شويه تيكت يعني. هنقول هو جزء مهم، لكن في صناعات تانية قايمه عليه. لو بنتكلم بقى اقتصاد، فانت عندك مثلا قطاع زي قطاع الاس ام ايز مثلا، اكيد قطاع اللي هو قطاع المشروعات الصغيره المتوسطه، في اتجاه دلوقتي وفي ناس قاموا بالفعل الموضوع بتاع الاستنساخ. يعني ايه كلمه استنساخ؟ انت في عندك قطع موجوده في المتحف، قطع اصليه، اكيد انت كزائر اجنبي وانت عايز ترجع بلدك، فانت عايز نفس القطعه اللي انت شفتها دي كده هتاخدها، بس تاخدها بشكل نسخه مقلده. ففي بعض الشباب وفي بعض الشركات والمصانع اللي هي الشركات الناشئه بدات تشتغل في موضوع ايه بقى؟ استنساخ هذه القطع، بحيث انت تاخدها مثلا ايه هديه وانت طالع. ده هيفتح فرص عمل كتير جدا لشباب كتير جدا، بالاضافه اللي هي هتدخل طبعا ايه بالعمله الصعبه. قيس بقى على كده في كل حاجه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، سواء كان حركه نقل، مواصلات، ضيافه، مطاعم. الموضوع ده مش هيكون على قد المتحف بس، انت ممكن بقى على مزور المتحف هتنزل على الاقصر، هتنزل على اسوان، ممكن تطلع على الساحل الشمالي، ممكن تطلع على العلمين، فانت تاخد جوله سياحيه كامله. يعني انت جاي من بلدك، مش جاي عشان تشوف المتحف بس، المتحف ده هيدخلك في حته تانية جوه انحاء الدوله كلها وجوه 27 محافظه. ده بالنسبه للسياحه الخارجيه والناس اللي جاي لنا من دول تانية. لكن لو جينا اتكلمنا في السياحه الداخليه، في عندك بقى الجامعات، في عندك المدارس، في عندك مدرسين بقى، المهندسين، موظفين الدوله، كل الناس دي طبعا اكيد هتزور المتحف وهتعمل رواج اصلا للمنطقه بشكل قوي جدا يعني. طيب تتصور ان الحفله بتاعه الافتتاح بتاع المتحف هتكون قيمه لدرجه تخلي كل الناس اللي جايه تنبهر بالافتتاح بتاعه، زي ما دايما بيتعمل في العواصم المصريه او المشاريع المصريه بيبقى فيها افتتاح ضخم؟ ولا حاسس ان الموضوع هيبقى مختلف وفي حاجات احلى واحلى من اي حاجه قديمه وفيها عصاره خبرات الافتتاحات اللي عملناها للمشاريع القويه اللي عملناها الفتره الاخيره؟ القصه مش قصه حفله، احنا كل حفله لازم يكون في رساله معينه او في مسج معينه احنا بنوصلها. اظن انت داعي تقريبا 60 دوله، يعني ناس من دول كتير، فهتيجي وهيبقى في رساله تبقى قويه مثلا. الوفود الرسميه على مستوى يعني على المستوى كله بقى، من اول رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، وزراء الخارجيه، ممثلين للدول، بعثات ثقافيه، كل الكلام ده، كل الناس دي كلها جايه لك. فاحنا الحفلات بتاعتنا، لا الحفلات بتاعتنا بتدي رساله، بتدي مسج معين، هي دي مصر. لو جينا اتكلمنا على شهر زي شهر اكتوبر اللي فات اللي احنا لسه اصلا يعني لسه موجودين فيه، لو اتكلمنا على المستوى الثقافي تلاقي مثلا عندك دكتور خالد العناني ماسك منظمه اليونسكو، مدينه الفنون والثقافه، بعد كده المتحف المصري. لا فانت في عندك في الشهر ده في زخم جامد. فانت عملت مين بقى؟ عملت 3 احداث مهمين جدا في المنطقه دي. فاعتقد الموضوع مش موضوع حفله، الموضوع مسج معينه بنوصلها، بنقول مصر اللي هي عاصمه السلام زي ما سياده الرئيس كان بيتكلم. يعني بمناسبه بقى الحفله، انا عايز اقول لك يعني هيعمل حفله والمقطوعه الموسيقيه بتاعت الحفله ابننا الغالي ابن مصر هشام نزيه. الله. هشام نزيه فيه ميزه كده، تعرف انت لما بيكون مثلا في حاجه ضخمه كده يقول لك ايه، طب خليك انت على جنب احنا شايلين لك التقيله. فدايما هشام نزيه ده بيجيبوا لي التقيله. فانا متوقع طالما اسم هشام نزيه اتحط اللي هو يعمل حاجه زي كده، لا انتوا هتشوفوا حاجه ما اتشافتش قبل كده. والله يا دكتور احنا متشوقين كلنا نروح المتحف، بس للاسف في ناس بتشكك دايما في اي انجازات مصريه، في ناس بتشكك في اي انجاز ممكن يحصل يخلي مصر تتقدم او مصر يبقى اسمها عالي. تحس ان دايما مصر يعني او الناجح عامه لازم الناس تبقى ضده. فيعني وجه رساله للناس اللي دايما بتقلل من اي انجازات مصريه وتقول لك ده انتوا بتحطوا شويه حجاره وبتدفعوا شويه فلوس في الهواء. عايز رساله ليهم عشان يفهموا يعني ايه اقتصاد. للاسف الموضوع ما عادش موضوع تشكيك قد ما هو موضوع
بقى في جانب تاني، لان خلاص التشكيك اتفهم، فالناس ما عادش بتصدق الناس اللي بتشكك، فبدا يخشوا في قصه تانية. يعني انا استفاد ايه؟ يعني انا يعني الموضوع ده انا هستفاد منه ايه؟ تحس كده بالبلدي كده زي ما احنا بنقول، انت جاي في اي مصلحه، هو الحاجه لو انت ما استفدتش منها خلاص يبقى مش ما مهم. نعملهاش، ما نعملهاش خلاص. يعني موضوع التشكيك قلت لك فيه قبل كده، لا خلاص الناس فهمت موضوع التشكيك، لا فدي حاجه متشافه، وده إيه؟ انجاز موجود بالفعل موجود. لكن بدا يكون في منحى تاني. ايه المنحى التاني؟ طب اللي انتوا بتعملوه ده احنا مش بنشكك فيه، احنا نستفاد منه بايه؟ ما تحطها في اي مصانع ولو فتح مصنع هيقول لك ما انا ما اشتغلش في المصنع ده. ممكن تلاقيه نفس الشخص ده لو جينا اتكلمنا قلنا ايه في مستشفى اتفتحت، هيجي يقول لك طب انا استفدت منه بايه؟ اكنه عايز يبقى عيان مثلا، خلاص كده يحصل ما اتعالجتش هناك. انا ما اتعالجتش هناك، انا عايز يحصل لي مثلا لا قدر الله يجي لي مرض معين عشان اخش المستشفى دي، لو ما دخلتهاش عايز بقى بالانجاز يبقى انا ما استفدتش بقى. هي الناس بقت طبيعتها كده، عدوا مرحله التشكيك ودخلوا في ايه؟ في منحى تاني خالص. انا استفدت بالموضوع ده بايه؟ الناس اتكلمت على قناه السويس الجديده، انا استفدت من قناه السويس الجديده بايه؟ في طبعا بعض الفيديوهات ما فيش داعي نقول لمين، يعني ليه الجهات المشبوهه. احنا رافال جبناها ليه؟ المسترال جبناها ليه؟ الانفاق بتاعت قناه السويس عملناها ليه؟ كذا كذا ليه؟ هنستفاد ايه؟ جه الوقت ان الحاجه دي الحمد لله يعني رب العالمين بدات خلاص تتفهم، وبدا كل الناس تشوفها. الكلام ده كله احنا بنقول احنا مثلا بنتكلم فيه خلال مثلا 7-8 سنين، وال7-8 سنين دول في عمر الدول مش يعني اكنهم يومين 3. مظبوط. عموما يا دكتور احنا مبسوطين جدا ان احنا كنا مع حضرتك النهارده واتكلمنا عن المتحف المصري الكبير، واتكلمنا عن الجدوى الاقتصاديه، واتكلمنا عن اهميته الثقافيه، وقد ايه هو هيساهم في توفير المناخ الثقافي لمصر في الاجزاء الخاصه بالثقافه والتاريخ، غير الجزء الاقتصادي اللي بيأثر على المصريين نفسهم من يعني شغل في حاجات كتير. فنتمنى كده الايام الجايه يبقى في انجازات كتير ونقدر نتكلم مع حضرتك فيها. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، انت هتشوف الحفله فين؟ طبعا انا ما بحبش الزحمه، فيعني هي الحفله هتبقى تحفه طبعا، فالواحد هيبقى عايز يبقى رايق ويقعد يتفرج عليها. لازم كلنا اكيد هنقعد نتفرج عليها يعني في مكان يكون راقي كده، عشان تبقى قاعد مع ناس مبسوطه وفخوره زي ما انت قاعد فخور كده بالانجاز ده. الحكومه عملت اماكن معينه للبث بتاع الحفله. جميل. في عندنا بورسعيد هنا في هيلنان عمل زي كده مبادره ايجابيه كده، دعا الناس للاحتفال بافتتاح المتحف. انا واحد من الناس، يعني انا اقعد كده قدام التلفزيون عندي في البيت، وابدا بقى اشوف الايه التفاصيل اللي هي المهمه دي كده. مبسوط يا دكتور ان احنا كنا مع بعض، وان شاء الله نبقى مع بعض دايما في تغطيه كل الحاجات المهمه والقيمه اللي موجوده في بلدنا ان شاء الله. اللهم امين. انا سعيد جدا يا احمد، وسعيد بكل الناس اللي شافونا كده، واسف كنت طولت عليك. لا طبعا، وان شاء الله نبقى مع بعض على طول. حبيبي تسلم، شكرا. طبعا، وما تنسوش احنا ان شاء الله كلنا قاعدين يوم 1 نوفمبر يوم السبت، قاعدين قدام التلفزيون عشان نتفرج على الحدث الضخم الكبير اللي ان شاء الله هيكون حاجة قوية جدا على مستوى العالم. وان شاء الله تابعوني مع رفعت في كل الحلقات اللي جاية. سلام.